الكبسة مع الفراخ. أهلا وسهلا فيكن في قناة طبخة ومعلومة. اشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس ليصيركم كل جديد، شاركوا المعرفكم، دعموا الفيديو بلايك لو عجبكم، ويلا نبدأ. مقادير طبختنا هن صدور فراخ، رز بسمتي مغسول ومنقوع، جزرة مبشورة، فليفلة خضراء مفرومة، بصلة مفرومة ناعم، توابل الكاملة اللي هي عبارة عن قرفة عيدان، ورق غار، قرنفل، هيل، فلفل أسود حب، قطعة زنجبيل، والتوابل المطحونة قرفة مطحونة ناعم، كركم، كمون، فلفل أسود، 7 بهارات، فلفل أحمر، بهارات الماجي زائد ملح، وعندي زيت نباتي. بنجيب الطنجرة، بنضيف الزيت النباتي، وبنضيف التوابل الكاملة أو التوابل الصحيحة اللي هن القرفة، ورق الغار، الفلفل الأسود، الهيل، القرنفل والزنجبيل، وبنحطن أول ما ببلشوا يتحمروا أو أول ما بيحمى الزيت بنضيف الفراخ. بس تنبيه أو معلومة صغيرة، الزيت حاولت تجيبيه على حواف الحلة من تحت أو حواف الطنجرة من تحت عشان بس تحط الفراخ ما يلزق. إذا كانت الحلة سخنة فورا بيلزقوا الفراخ على الحواف مثل ما شايفة. هلا هيك أنا حاولت قدر المستطاع إنه وزع الزيت مزبوط بحيث إنه لما حمرن ما يعني قد ما إجوا على حواف الحلة ما يلزقوا. مثل شايفة هيك أنا رح بنحركن حتى ياخدوا لون، وبعدين بنضيف البصل المفروم ناعم، بنقلب بنحرك تحركتين مع الفراخ، وبعدين بنضيف الجزر المبشور، وبنضيف بنقلبهم كمان تقلبتين عشان بس هيك يدبر شوي، وبنضيف بقى الفلفل الأخضر المفروم. بعدها بنضيف التوابل الناعمة مثل ما شايفة، بنحرك مزبوط، وبعدين بنضيف المي السخنة عيار الرز لكل كاسة، كاسة ونص مي. بس تغلي المي تمام بنضيف بقى الرز البسمتي، بنحرك هيك شوي ونخليه بنغطيه، بعدين بنوطي النار على الآخر عشان يتهدى الرز. ولما ما تهدى الرز خلينا نعمل مقبلاتنا. أنا بدي أعمل صلصة الدقوس، هي عبارة عن فلفل أخضر أو أحمر حلو وحار، وعندي طماطم، وعندي بصلة صغيرة، وعندي ملح وفلفل أسود وفلفل أحمر حار. بنحطهم بالخلاط وبنخلط مثل ما شايفة. بدك اياها تكون حمرة كتير حطي صلصة طماطم، بس أنا بحس صلصة الطماطم تقيلة شوي على المعدة عشان أنا ما بدي سبك، ما بدي أغليها، بدي خليها هيك على البارد. فإذا على البارد اكتفي بس بالخضار، حتى ولو طلع لونها مو أحمر كتير، يعني بفضل تضيفي طماطم على صلصة طماطم عشان نحن بدنا ناكلها باردة. لو بدنا نسخنها معلش حطي صلصة طماطم. المقبلات الثانية بدي أعملها هي فتوش، عبارة عن طماطم، خيار، رمان، خبز محمر أو مقلي، خس ونعناع أخضر وبقدونس الورق تبعه، وليمون وخل ودبس رمان وتوم سن صغير وزيت زيتون وملح. بنضيف كل الخضار بطبق التقديم فوق بعض مثل ما شايفة، وبنخلط مزبوط. بنحط طبعا الثوم وعصير الليمون والخل والملح والزيت كله مع بعض، وبنخلطه. آخر شي على الوش بتحطي الخبز المقلي عشان ما يصير طري من مية الخضار. فمثل ما شايفة هيك حطيت كل المكونات أنا وعم حاول أخلطهم هلأ، وبعدين آخر شي بنضيف الخبز المقلي مثل ما قلت لك. المقبلات الثالثة لليوم هي تسقية أو فتة الحمص. عندي حمص حب مسلوق، لبن رايب، مسبحة، خبز محمص بالفرن، طحينة، فلفل أحمر، ملح، كمون، حبة البركة، توم سن صغير، وسمنة للطشة على الوش ملعقة كمان. هدول هن مكونات فتة الحمص. للتحضير بنحط بطنجرة الحمص المسلوق، بنضيف فوقه سن الثوم. أنا بدي اياه يستوي عشان ما تطلع طعم الثوم الفريش كتير طعمه مزعج. بنحطه على النار خلي تسخن الحمص شوي والثوم يستوي شوي، وبنجي بنحضر البدوة. بنضيف فوق اللبن الرايب ملعقتين طحينة وملعقتين مسبحة. المسبحة هي اللي حمص الحب المسلوق بكون مطحون، وبنضيف فوقهم رشة ملح وبس. يعني فيك تضيفي جواتهم كمان الكمون والفلفل الأحمر وكذا، بس أنا بحطهم على الوش. فبس هيك بتخلطيهم بشكل كويس، وهيك صارت البدوة جاهزة.
بتحطي بطبق التقديم الخبز المحمص وبترشيه رشة ملح، وبعدين بتضيفي الحمص اللي بيكون هلأ يعني غلي، والثوم بيكون ان شاء الله استوى نص استوى خلينا نقول. بتضيفي فوق الحمص ومرقته كمان، وبعدين رح خليه يطرى الخبز شوي عشان الخبز بيكون قاسي، وبتضيفي فوق البدوة، وبعدين بتزينيها بحبة البركة والفلفل الأحمر والكمون. يعني طعمه بيطلع طيب كتير ومنظره كتير بيطلع طيب. أنا كمان حطيت له خبز مقلي شوي، رشيت له خبز مقلي على الوش للتسية، كتير بتعطيها نكهة وكتير بتعطيها منظر كتير حلو. وآخر شي بنحمي السمنة مزبوط، ملعقة السمنة وبنضيفها. هلا هيك جهزت المقبلات كلهم، سكبت الصلصة، ويعني هلا اللمسات الأخيرة للسفرة حجهزها هلا إن شاء الله. وهيك كانت النتيجة. طبعا حطيت لوز على وش الكبسة، هاي اختيارية، بس والله طعم خرافي 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 يعني مو بس شكل، والله طعم يعني لا يعلى عليه. وإن شاء الله تكون عجبتكم طبختنا اليوم. دعموا الفيديو بلايك لو أعجبكم، وشير عشان تكبر القناة. وشو بدي لكم كمان، اكتبوا لي بالتعليقات اقتراحاتكم للطبخات اللي حابين أعملكم إياها بالقناة. ونورتوا القناة، وإلى اللقاء بالفيديو القادم.